انا دخلت كل افلام العيد وتعالوا اقول لكم عن رايي فيهم وايه الفيلم تستحق تدخلوه. اول فيلم هو فيلم برشامه، واللي بتحبوا نوعيه الافلام اللي بتتكلم عن حدث واحد وبتدور في مكان واحد فالفيلم ده منهم، واللي بيتكلم عن لجنه امتحانات ثانويه عامه منازل، واللي بيكون فيها انماط مختلفه جدا وغريبه من الطلاب اللي سنهم بيتراوح من 16 سنه لحد حاجه و70 سنه. تلاقوا بقى الفيلم ده حبه مواقف وجرعه كوميديه حلوه جدا بسبب اختلاط الشخصيات دي كلها مع بعض. وما زلت عند رايي ان هشام ماجد من اذكى ممثلين الكوميديا في مصر، عشان بيقدر انه يسيب مساحه ويفرش الافيه كمان للنجوم اللي معاه عشان يعلم الفيلم. وعايز اقول لكم ان الفيلم عائلي على فكره، تقدروا تخشوا مع اسركم وانتم مطمنين. تاني فيلم بقى وهو فيلم ايجي بيست بطوله احمد مالك. وفي فيلم ايجي بيست انا بصراحه كنت خايفه ان احمد مالك يكون بيكرر نفسه في الفيلم ده، ولكن في الفيلم ده كان واخد الاداء والشخصيه في حته تانية بعيدا خالص عن شخصيته في مسلسل سوسه، وكمان شخصيته في مسلسل ولاد شمس. اللي كان مفاجاه بالنسبه لي اكتر بصراحه هو اداء مروان بابلو في الفيلم، يعني ده مش اداء ممثل لاول مره بيمثل. مستنيه بجد اشوفه في اعمال تانية كتير. ده غير بقى قصه الفيلم اللي على فكره مش هتحسوا فيها باي ملل لان رتمها سريع جدا. طبعا الفيلم بيتكلم عن قصه موقع ايجي بيست والفكره جات لهم ازاي وهدفهم منها وازاي تم القضاء على الموقع ده. لو عايزين تعرفوا القصه اللي اتقالت في الفيلم دي القصه الحقيقيه اللي حصلت مع ايجي بيست ولا قصه من وحي خيال المؤلف، متنسوش تعملوا لي فولو عشان هتلاقي الفيديو عندي. بس اعتراضي الوحيد على الفيلم ده ان الممثل احمد الرافعي كنت حاسه ان مساحته المفروض تزيد اكتر، فادخلوه بجد وهتنبسطوا بيه، وفيلم برضه عائلي ومناسب لكل العيله. لو عايزين رايي في الافلام اللي نازله متنسوش تعملوا فولو لبارت 2، ولو دخلتوهم متنسوش تقولوا لي رايكم فيهم ايه.